أهلا بيكم في ملخص الحلقة 16 من المداح. بعد ما صابر انتصر على موت ورجعه بوابته تاني، قابل صابر عماد، وطبعا صابر لسه ما كانش يعرف ان عماد بيخدعه وبيشتغل مع سميح. وفي المشهد ده بنشوف عماد وهو بيقول لصابر مبروك، فصابر بيسأله وبيقوله بتبارك لي على موت أختي؟ فعماد بيقوله ببارك لك على انتصارك على موت، وأختك هبة ماتت علشان ناس تانية غيرها تعيش. فبيرد عليه صابر وبيقوله إن كل مرة بيخسر فيها حد من أهله بتتحول ذكراه لكابوس بيعيش فيه. فعماد بيقوله خلاص انت قدرت على موت، وكده مفيش حاجة تانية ممكن تأذيك. فبيقوله صابر إن البوابات لسه ما انتهتش. فعماد بيخدع صابر وبيقوله إن مفيش لحد دلوقتي حاجة حصلت، وبيسأله عن البردية. فبيقوله صابر لسه ما وصلتش لحاجة. وفي المشهد اللي بعده بنشوف منال ورحاب قاعدين مع بعض وبيتكلموا على هبة، ومنال بتقول لرحاب إنها صعبانة عليها قوي وملهاش ذنب في أي حاجة. فرحاب بتقول لها إن ذنبها في رقبة صابر، وذنبنا إحنا كمان في رقبته، وبتقول لها إن الدور جاي علينا واحد واحد، وكل ده بسببه هو. فمنال بتستغرب وبتقول لها انتي ايه اللي غيرك كده من ناحية صابر؟ فبتقول لها رحاب عمايله هي اللي غيرتني وأذيته لكل اللي حواليه. وفي المشهد اللي بعده بنشوف أم صابر وهي واقفة في المطبخ، وبعدين بتحس بتعب، وواضح كده إن في روح شريرة معاها وبتحاول تأذيها. وبعد كده بنشوف سامح جوز هبة وهو قاعد مع الدكتور بتاع هبة وبيقوله إنه لازم يشوف فيديو مهم خاص بهبة. ولما بيشوف الفيديو بيلاقي هبة وهي واقفة، وواضح إن في حد قدامها وبيجبرها على إنها تقتل نفسها. وبيقول لسامح إن ده ضد العلم، بس واضح إن في حاجة هي اللي بتجبرها إنها تقتل نفسها، وده مش شكل واحدة بتنتحر عادي. فعماد بيرتبك وبيقوله حاجة زي إيه؟ لا طبعا مش ممكن. والمشهد اللي بعده بنلاقي سامح بيروح لصابر وبيقوله إن هو السبب في موت هبة، واللي حصل لها ده حصل لها لأنها أخته بس مش أكتر. وبيقوله إنه مش هيسيب حق هبة وهياخده منه. وبعد كده بنشوف حسن وهو بيحاول يهرب من البوليس بعد ما اتعرف إنه بيتاجر في الآثار. وفي المشهد اللي بعده بنشوف صابر وهو قاعد مع نفسه وبيفتكر هبة أخته وبيبكي. وبعدين بتدخل عليه واحدة من اللي بيشتغلوا عنده وبتقوله الحاج زايد عاوزك بره. فبيخرج صابر علشان يشوف عاوز ايه. فبيقوله زايد ان بنته تعبانة وبيجيلها نوبات فزع من غير ما تحس، وخصوصا لما بيشتغل قرآن بتتعب اكتر. فبيقوله صابر انا هاجي معاك علشان اشوفها. بعد كده بنشوف حسن وهو في القسم، والظابط بيقوله انهم لقوا في الارض بتاعته جثث مدفونة ومقابر اثرية مسروقة. فبيقوله حسن انا معرفش حاجة عن الموضوع ده، وبيقعد يصرخ. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف صابر وزايد عند بنت زايد فاطمة، وصابر بيسألها وبيقول لها بتشوفي ايه؟ فبتقوله بقالي يومين بشوف طيف وبحس بيه بس ما بقدرش امسكه. فصابر بيقول لها ما تقلقيش، احنا بس هنعمل رقوة بسيطة وبعدها هتكوني كويسة. وبيبدأ صابر يرقيها والبنت مش بيجرالها حاجة. فبيقول لها صابر انت كويسة، بس حاولي تواظبي على قراءة القرآن. وبعد كده بيخرج صابر وزايد وبيقول له زايد انه مقاطع اخوه الشيخ صادق لانه بيقف ضد مصلحته ومصلحة الدكتور سميح. فصابر بيفهم ان ده بسبب سميح، وفجأة بيسمع صوت زي انفجار كده وبيتخض. فبيقول له صابر المشكلة فيك انت مش في بنتك، ولازم تصالح اخوك وما تخليش حد يوقع بينكم. وبيسيبه ويمشي. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف صابر واقف مع خضر، وخضر بيقوله ان البوابة التالتة اتفتحت، وصابر بيقوله انه ما حسش بحاجة. فبيقوله خضر يبقى ده معناه انك لازم تقلق اكتر وتستعد. بعد كده بنشوف عبد الرازق وزين قاعدين مع بعض وبيباركوا لبعض انهم اخيرا خلصوا من حسن لما بلغوا عنه. وعبد الرازق بيقوله وهنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقوله زين هنساعده لاني انا مش عاوز اسجنه، انا عاوز ارجعه شحات زي ما كان. في المشهد اللي بعد كده بيروح صابر وامه لحسن القسم وبيقولوا له انت ازاي تعمل كده، وهو بيقول لهم ان سميح هو السبب في كل ده وهو اللي كان دايما بيحرضه. وبعد كده بنشوف رحاب وهي واقفة مع زين وبتقول له انها محتاجة منه انه يشوف لها بيت ويشوف لها محامي كويس علشان تخلع صابر. فمنال بتتخض وتقول لها ازاي هتعملي كده؟ فرحاب بتقول لها انها مش هتستنى لحد ما صابر يطلقها وانها لازم تخلعه. في المشهد اللي بعده بنشوف سميح واقف مع حسن، وحسن بيقول له الحقني، وسميح بيقول له ان اللي عمله ده كبير وغضب ربنا عليه هيكون شديد قوي. فبيقول له حسن ان انت اللي قلتلي وقلتلي ان الضرورات تبيح المحظورات. فبيقول له سميح انا بريء من ذنبك وما جبرتكش على حاجة، بالظبط زي ما الشيطان هيقول لبني ادم يوم القيامة. وفي اخر مشهد بنلاقي حسن بيدخل اوضة امه وبيلاقيها تعبانة قوي. فبيقول لها ما تقلقنيش عليكي،
وبيحط ايده على دماغها وبيرقيها، وفجأة بيشوف علامة على رقبتها وبتظهر له مليكة وهي بتضحك وتقوله وحشتني قوي. وبيعرف إنها هي اللي أذت أمه. وبيخلص المشهد وصابر في ذهول ومش قادر يتكلم. يا ترى مليكة ناوية على إيه مع صابر، وانتقامها منه هيكون إزاي؟ لو انت أول مرة تشوف فيديوهاتي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس، وتابع القناة علشان تعرف إيه اللي حصل للمداح. وكمان أوعدك إنك هتلاقي فيديوهات كتير حلوة جوه القناة، أتمنى إنها تعجبكم كلها.